أنا دكتور حسين أحمد، أنا مدرس قلب الأطفال في مستشفى أبو ريش جامعة القاهرة. بصوا يا جماعة، أنا بس في الأول أهم حاجة عندنا إنه الإيكو كارديوجرافي از ذا بيلدينج بلوك. أنت لازم تبقى عارف البيزك فيوز جدا، دي أهم حاجة، وتبدأ تبني عليه. خلاص، هو كل فيو ليه سبسيديري فيوز كتيرة جدا، تمام، وليه موديفيكيشنز، وحتى كل الاوبريتورز بيبريفير ان هو يعمل الفيو بزاويه معينه بطريقه معينه. احنا ده مش هدفنا خالص، احنا هدفنا ان احنا تتقن البيزك فيوز كويس جدا، الفيوز اللي هي اكسبكتد منها ان انت تجيب الفايندنجز الاناتوميكال بتاعه العيان، وبعد كده نبدا نبيلد اب عليها بقى الموديفيكيشنز والليجنز وكل حاجه زي كده، وكل الكتب مكتوبه بالطريقه دي. فاول حاجه طبعا هاو تو اوبتمايز يور ايكو ماشين. اول حاجه الايكو ماشين، اي ايكو ماشين في الدنيا تمام فيها شويه زراير. اول حاجه المجموعه دي اسمها تايم جين كومبنسيشن. دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تخلي الكالر، او مش الكالر، شكل التيشو واحد في كل على كل الدبسز بتاعه الهارت. يعني الهارت مثلا دلوقتي لو انا خليت العيان عامل كده، ده الفيو ده، انا عايز التيشو بروبرتي هنا زي هنا بالظبط. خلاص، فدي وظيفه التايم جين كومبنسيشن، ان هو يخليني كل التيشو على نفس اللاين ايكولايزنج، على الرغم ان الدبس بتاعهم مختلف. الحاجه الثانيه، انت عندك حاجه اسمها 2 دي مود، عندك ام ام مود. دول الزرارين دول بيبقوا مكتوبين كده في اي جهاز ايكو، ما فيهمش اي موديفيكيشن. بعد كده pulsed wave، ده ثابت في كل الاجهزه. continuous wave ممكن تلاقيه زرار لوحده، او ممكن تلاقيه موديفيكيشن على السيستم بتاع الجهاز، لازم تسال مصنع الجهاز بتاعك على الكونتينوس ويف جاي فين. الميجرمنتس الكاليبر والميجر دول برضو موجودين في كل الاجهزه ثابتين. طيب، ايه الحاجه التانية المهمه جدا عندنا، ولازم نعرف الدبس بتاع، يعني نعرف الزرارين دول مهمين جدا. زرار الدبس، زرار الدبس ده وظيفته مش ان هو يكبر الصوره، هو بيزود الدبس بتاع البنتريشن، بيزود التيشو بنتريشن. خلاص، ده ما مش بيعمل زوم، عشان في ناس متخيله ان ده بيعمل زوم. هو ده مش بيعمل زوم، هو مش بيكبر الحته دي، هو بيقرب هو بيزود الفريكونسي اللي طالعه من البروب علشان يعرف يبنتريت الحته دي. خلاص. بعد كده زرار الفريز، ودائما وابدا وانت بتختار الايكو ماشين بتاعتك لازم تتاكد ان كل الاجهزه دي موجوده فيها، ولازم تتاكد من الاوبشنز بتاعه البروب. اخر حاجه بنكومنت عليها البروب ده، كل وزن وسن وليه البروب بتاعه. خلاص، في بروبز للناس اللي هم الكبار، اللي هم زي بيري ادوليسنت او ناحيه الادلت، ده اسمه هاي فريكونسي بروب. وفي الاطفال اللي هو لو فريكونسي بروب، اللي هو البنتريشن اقل، وبالتالي بيطلع صور اوضح في الناس الرفيعه. تمام. بس دي الحاجات اللي احنا لازم نبدا الاول عليها في اي ايكو ماشين. طيب، بالنسبه بقى للبيشنت، اول حاجه في البيشنت، اي بيشنت في الدنيا، اول حاجه طبعا ايه؟ تسلم عليه، ازيك. تمام. الحاجه الثانيه، انت يو نيد تو انسبكت هيم، يعني ما ينفعش تتخيل ان السبكوستال بتاعه هنا والاسترنم بتاعته هنا. فلازم الاول تايدنتيفاي هيز اناتوميكال ستراكشرز، ان دي الاسترنم بتاعته، اخر الاسترنم هنا ده السبزايفويد ريجون، ده بدايه السبكوستال فيو. تمام. هنا على طول لازم يبقى عظمه فوقك، ما تبقاش تحت خالص. اند دو نوت الاو البروب ان هو يسلايد لتحت. الكومن ايرور اللي بيحصل في السبكوستال ان انت وانت بتبوش على العيان، انت مش بتبوش كده، اللي بيحصل انت بتروح عامل كده، فالفيو يغيب كمان كده. بعد كده يو جيت فرستريتد، فبتبوش على الابدومن وفيها جازز، فما تبقاش شايف اي حاجه. فامن حل ليك انت دائما وابدا البروب وانس نزل في مكان اتس فوكسد فيكسد. خلاص، وبعد كده تتحرك كده وكده عشان تجيب السبسيدياري فيوز، لكن مش دو نوت الاو البروب ان هو يسلايد داون. تمام. ده الكومن ايرور اللي بيحصل في كل، عشان كده الفيوهات ما تبقاش كويسه. تمام. يبقى اول حاجه هنا تحت العظمه دي. طيب، بنبص عند الساعه كام والساعه كام. هنرجع تاني لاي بروب، ان في بروب ده في حاجه اسمها نوب. اوكي، النوب دي، العلامه دي ممكن تبقى علامه، ممكن تبقى نور اخضر او نور احمر بينور اول ما البروب يبقى كونكتد، ممكن تبقى سهم، وات ايفر. النوب دي بتيكوالايز الليفت سايد هنا. يعني انا عايز الصوره هنا واضحه. اوكي، بتيكوالايز ذس نوب، ده علامه النوب. خلاص. ممكن تبقى برضو نفس القصه، سهم، دايره، بتاع اي حاجه، المهم ان هو بتبقى شكلها كده. اوكي، دي always to the left side of the patient.
وحاول ان انت ما عدا فيو واحد بس واحنا بنتكلم هنقوله، تمام، ولكن دي دائما وابدا على الليفت سايد اوف ذا بيشنت. السكند اناتوميكال ستراكشر المهمه جدا انت لازم تعرفها النيبل بتاعه العيان. خلاص، عاده الايبكس لو العيان ستراكشرالي نورمال هارت الايبكس بتاعته في الفيفث انتركوستال سبيس، في الاطفال ممكن تبقى في الفورث انتركوستال سبيس، بما انه الطفل بيبقى الاكسس بتاع قلبه في الاول كده، وبيبدا مع ما وزنه يزيد ويطول القلب يبدا يتحرك عشان يجي للنورمال اكسس كده. فيو مايت جيت ات ان ذا فيفث انتركوستال سبيس اور ذا فورث انتركوستال سبيس. خلاص، ودائما وابدا do not allow the probe to slide. البروب ما يتزحلقش منك ابدا، وانس ثبت في مكان خلاص انت هتبدا تتحرك في المكان ده، لكن ما تخليش البروب مره واحده يتحرك لتحت، برضو مش هتجيب فيو كويس. يعني البروب هنا فيو ده ايديال فيو، هنبدا نعمل كده ونعمل كده، تمام، ما نسيبوش يعمل كده. مش مشكله، نعمل كده ونعمل كده، بلاش الحركه بتاعت ان انت ايه الحاجه اللي هو انت تقلقه تيك داون. الحاجه الثانيه المهمه انه حاول على قد ما تقدر في الفيو ده ان انت تفكس اونابون. يعني ايه تفكس اونابون؟ يعني حاول ان انت تخلي البروب ثابت على العظمه اللي تحت من غير ما تضغط عشان هو ما يتوجعش. try as much as you can. احنا هنشوف لما نبدا نجيب الفيوز ان الحركه دي بتموديفاي الفيو كويس جدا، تخلي الفيو واضح كده، تمام. طيب احنا كل ده احنا ما جبناش اي فيوز، ما جبناش اي صور، انا كل ده بقول لكم البوزيشننج بتاع البروب على التشست وول بتاع العيان. يبقى اول حاجه عشان ما ننساش، اول حاجه سب كوستال دايما يبقى تحت عظمه، بعد كده الفيفث انتركوستال سبيس او الفورث انتركوستال سبيس لو هو طفل صغير، وايديالي التارجت تحت النبل لو هو ما عندوش اي ستراكشرال وول ديفورميتي، ما كانش عامل عمليه مأثره على التيشوز بتاعته قبل كده. بعد كده الفيو اللي بعده الباراسترن. خلاص، هو باراسترنال ليه؟ عشان هو جنب الاسترن، لازق في الاسترن، صح؟ دي مش محتاجه فن. يا برضه يا الثيرد يا الفورث انتركوستال، بريفيربلي الفورث انتركوستال سبيس. اوكي؟ طيب بريفيربلي يا هنا يا هنا. خلاص؟ طيب انت ده هدفك فيه، ده بقى اللي هو فيه موديفيكيشن. يعني ايه ده اللي انت الاود ان النوب تلف منك؟ هنقول ازاي. دلوقتي لو انا ايدي واضحه، تمام، ادي فيو، خلاص، هل ده فيو اوبتيمال؟ لا، ده نون اناتوميكال فيو. تبدا تسلايد كده وتسلايد كده لغايه لما تجيب فيو كويس. بصوا يا جماعه، انا ما حركتش ايدي من على السبيس، انا كل اللي بعمله ان انا بجلايد كده وبجلايد كده، تمام، او بتحرك كده وكده في نفس السبيس، لكن اي didn't، ما انا ما نزلتش كده. بصوا انا لما نزلت سبيس انا ما اعرفش الفيو ده اسمه ايه باي ذا واي. خلاص، هو ده باراسترنال بس جايب حاجه شبه الابيكال فور بتاع العين. انا كل ده انا ثابت في مكاني وبحاول ان انا اتحرك كده وكده لغايه لما اجيب فيو ايديال. طيب لو طفل كبير زي ده ممكن ايه حاجه تساعدني ان انا اخليه ايه، تعالى كده على جنبك الشمال، برافو عليك، كمان كده بقى بيترلي اناتوميكال فيو. خلاص، جاست عشان انا جبته على جنبه الشمال فهو القلب بتاعه سلايد داونورز فهو اوضح. اوكي، انا كل ده وانا ثابت في نفس البتاع، انا ايدي ما اتحركتش من على العيان، تمام. هو a common error انت you get frustrated a lot، فبتبدا تعمل كده وكده 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 فما بتشوفش حاجه، كله ده اختفى. طيب ارجع تاني مكانك، برافو عليك، شاطر. احنا كل ده قلنا ان النوب هتبقى ايه؟ to the left side of the patient او ناحيه ايده الشمال. الفيو ده عشان هو في منه تو موديفيكيشنز، الباراسترنال ده شورت اكسس فده بيبقى دراع النوب ناحيه الشمال، احنا بنلف كده عشان النوب دي تبوينت towards the right arm. خلاص كده احنا جبنا باراسترنال لونج اكسس. باي ذا واي انا برضو ما اتحركتش من مكاني، ما لفتش، ما نزلتش لتحت ولا نزلت لفوق. انت لو انت بتجيب نفس الفيوز بالطريقه دي في كل مكان this is a proper anatomical view. لو انت بتتحرك كتير اعرف ان انت عامل حاجه غلط في الفيو، ايدك مش صح. خلاص طيب، يبقى الفيو ده هنلف ايدينا فيه مره ناحيه النبل ومره ناحيه الليفت هاند، الرايت هاند بتاعه العيان، هتخلي النوب ناحيه الرايت هاند، تمام. ما تعملش اي موديفيكيشن في الدايركشن بتاع النوب على الجهاز. يعني هو الجهاز عارف ان النوب دلوقتي ناحيه الشمال،
هو الجهاز ما غيرش، ما تعملش انت ان النوب تتحول ناحيه اليمين، ما تعملش الحركه دي، هو هي اللي بالصوره هيطلع لك صوره غلط. احنا دي ما بتتحركش تماما طول الوقت حتى لو انت حركت ايدك ناحيه اليمين. طيب اخر فيو، بعد كده نبدا على تنفيذ الفيوز بقى. عايزك تفرد رجليك، لا افرد رجليك، افرد رجليك عادي خالص. تمام. بص البوزيشن ده نون ايديال، المفروض ان هو يبقى انزل تحت، انزل تحت قد ما تقدر. بالظبط. ما هو عشان بس الكونكشنز، ان هو لازم تبقى كده، لازم يبقى قالت البيت اكستندد. خلاص. الحاجه الثانيه لازم تشوف السوبرا ستيرنال اريا بتاعته. خلاص. في ناس من السرعه يبدا يحط هنا على واحده من الماسلز، ما هي هتدب برضه بس انت مش تشوف حاجه. هو لازم يبقى سوبرا ستيرنال هنا بالظبط above the sternum immediately، يعني العظمه دي اهي، هي دي الجايد يو في الايكو. سب كوستال تحتها على طول، سوبرا ستيرنال فوقها على طول. خلاص. انت اي طفل لو حطيت ايدك سوبرا ستيرنال هتلاقي فيه بالسيشنز انت حاسسها، يبقى انت كده ايديالي في المكان الصح. خلاص. وزود فurther بوشنج على العيان، جاست النوب دائما وابدا بتحط فين؟ برافو، ناحيه الليفت. ولكن هنا قالت البت، احنا بقى هنا بنبدا نقول ساعات، ناحيه الساعه 2 لناحيه الساعه 3. يعني احنا تخيلنا ان كلوك ادي النوب بتروتيت كده 2 او 3 بحيث ان انت توبتمايز الفيو بتاعك يبقى كده. يعني هو مثلا هنا ظاهر عند الساعه 2 الفيو يو كان سي ات. خلاص. اوكي. this is his side، this is his arch. اوكي. برضو انا ما اتحركتش من مكاني. طيب انا ايش عرفني ده جود اناتوميكال فيو؟ لو انا بقى عملت الموديفيكيشن بتاعه، لو انا نزلت بالظبط عند الساعه 3 هيبدا يجيب الفيو اللي هو اسمه كراب فيو، اللي هو سوبرا ستيرنال شورت اكسس. خلاص. ده اللي يقول لك ان العيان ده يو هاف ا جود اناتوميكال فيو. لكن فكره ان انت قاعد بتحرك البروب طول الوقت عشان تجيب فيوز، انت كده مش واقف اناتوميكال. وبالتالي ممكن انت هتجيب فيو بس يو مايت جيت ان اناتوميكال ستراكشر بزاويه معينه تبين لك ان الاناتوميكال ستراكشر ده صغير او كبير اكتر من الطبيعي. اوكي. خدوا بالكم ان كل الميجرمنتس اللي اتعملت في الايكو سواء بيدياتريكس او ادلت هي بيزد على ستاندرد فيوز او ترانس اسوفاجيال فيوز، مش على موديفايد فيوز تماما. خلاص. الموديفيكيشنز دي عشان تجيب حاجات اكسترا داتا، لكن الميجرمنتس لازم تبقى على اناتوميكال فيو. اوكي. انا كل اللي عملته، انا حرفيا ما اتحركتش من مكاني، انا كل اللي عملته ان انا لفيت بدل الساعه 2 بقت الساعه 3، جبت كراب فيو. ده البالمونري فينز اللي هم تحت دول، ثواني، دول بالمونري فينز. ادي واحد، ادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع. ده الرايت بالمونري ارتري. This is the aorta اللي بيبالسيت ده، and this is the superior vena cava. لا انت هدفك في الكراب فيو ان انت تبرينج ذا pulmonary veins. هو اساسا designated for the pulmonary veins and for the SVC actually عشان تقول ان العيان ده has a normal systemic and pulmonary venous drainage. خلاص. so this is the superior vena cava of the patient. اوكي. اللي انا واقف ده ايه؟ ما لا انا هجيب لك البالمونريز دلوقتي واضحين جدا عشان انا بس مش عايز، عشان هو بدا يتضايق. تمام. بص كده. اوكي. this is the superior vena cava. طب امال ايه ده اللي انا واقف عليه؟ ثواني كده، ثانيه 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 سيمultaneous عشان نبقى واقفين كده، عشان نبقى واضحين. الفينس فلو اللي فوق ده هشاور عليه بالنور ده حاجه بتفتح في الإز. لا ده الانومينت. اوكي. ده بيفتح في السوبيريور فينا كافا، فهو ده الانومينت. طيب دلوقتي في حاجه اخيره هنقولها على الكالر، بس مش هنقولها على الفيو ده، هنقولها على الفيوز الثانيه. الدايركشن اوف فلو، هو الاحمر والازرق ده اللي هو السكيل اللي هو عامله في الايكو ده مش فيلوسيتيز، ده دايركشن اوف فلو. اوكي. لو انت واقف اناتوميكال صح ومش قالب بروب، مش قالب نوب، مش قالب اي حاجه، لو هو بيقول لك انه ذا بلو هيو داونورد يبقى المفروض ان الفلو ده نازل لتحت. ميك سنس. هل ممكن يبقى اس في سي والفلو فيه احمر؟ عادي، ممكن يبقى اوبستراكتد فالدم بيرد فيه تاني ومش عارف يطل ينزل الدم، فالدم بيرجع تاني في كولاترال. خلاص. فده دايركشن اوف فلو اند نوت فيلوسيتي اوف فلو.
عشان بس الناس دايما بتبقى عندها كونفيوجن ان ده اكسلريشن او ده حاجه، لا ده دايركشن. اوكي طيب انا ليه مش عايز اجيب على الفيو ده؟ الفيو ده فيه a lot of venous flow صح؟ في pulmonary veins، في SVC، في innominate. الفينس فلوز ار نون pulsatile فلوز، هي فلو بتتحرك سويرل، فبيبقى الايديا الكالر اوبتمايزيشن فيها مش كويس، ما بتعرفش ان انت تميك سنس قوي من الكالر. هو اهم حاجه في الفين ان هو مفتوح وانه الفلو باترن بتاعه نورمال، ات موفز داونوردز. خلاص ده انومينت صح؟ تمام. طب هو ليه الفلو فيه احمر؟ مش ده المفروض يصب تحت؟ عشان هو في حاجه جايه له، فانت اكشلي جايب الحاجه اللي جايه له دي عشان هو كده هو احمر، وبعد كده الدم نزل منه على الاس في سي. خلاص هل في اي كونفيوجن في النقطه دي؟ تداخل الالوان ده معناها ان في حاجه بتخبط في حاجه، يعني الدم جاي من حته وبيخبط في حته، او ان الدم بيسويرل في حته. النورمال فلو انت شايفه نورمال باترن هنا اوف فلو. تمام. طيب الاورطه ده بالستايل، هو الدم بيطلع فيه وبيلف شويه، فعشان كده هو شكله كده. فعشان كده دو نوت كومنت قوي على النيتشر اوف كولرز انه ايه الدايركشن قوي لو انت يو هاف ا لوت اوف فينس فلوز في الفيديو في الفيوز. بص انا بمجرد ما انا حركت نفسي انا خرجت بره الفيو كله. عشان كده بقول لكم انا عملت الايرور دلوقتي وانا بتكلم معاكم ان انا سلايد داون ووردز، بس عشان كده مش شايف حاجه. طيب بصوا يا جماعه الفيو ده از ليتل بيت انكمفورتبل بالنسبه للبيشنت، انت اكشولي كومبريسنج هيز تراكيه. فالفكره كلها try to get the information as fast as you can في الفيو ده، وبعد كده ارجع تاني ليه، او حتى لو العيان تعب منك فك وارجع تاني، فك وارجع تاني احسن. طيب ايه بقى دول؟ كل التريكس بتاعت الصوره الموديفيكيشن دي هنقولها دلوقتي، بس هنقولها على ايبيكال 4 عشان ده الاحسن في الموديفيكيشن. خلينا نفريز ونانلايز الصوره دي عشان ما بقاش ضاغط عليها. دلوقتي ايه الاستراكشر؟ ايه الاستراكشر ده؟ Okay, this is the left upper pulmonary vein, this is the right upper pulmonary vein, this is the right lower pulmonary vein, and this is the left lower pulmonary vein. خلاص احنا لو ركزنا على الكالر ماب كده، هو ادي الرايت ادي الليفت لور بالمونري فين اهو احمر صح؟ يعني في هيو احمر، يعني دم طالع منه رايح في الاتريوم. طب وده نازل بالظبط. طب والاثنين دول هو انا لسه ديدنت فوكس عليهم، بس هتلاقي نفس البيهيفير. طب هل ده مهم؟ ده ذا موست امبورتنت ثينج في الفيو ده. العيان مايت جيت 1 بالمونري فين ابنورمال، تلاقي الفيو انت وقفت عليه صح واناتوميكال 5 6 مرات والكلر فيه مش نورمال. هو على الاغلب فاتح في حته ثانيه، هو جه ناحيه الاتريوم، هو ما فتحش فيه وفتح في فين او فتح في عين، ويبقى ده الاونلي كلو للعيان ده. وتلاقي او عيانين a lot of patients that comes for regular echocardiography او وانت تعملي له clinical examination تلاقي عنده dilated right side، وتلاقي عنده some sort of pulmonary hypertension والpulmonaries well developed وكبار، كأن في شنط حاصله في حته ما، وتقعدي تجيبيه لا مفيش ASDs مفيش VSDs مفيش PDAs مفيش اي حاجه، وتلاقي ان الاونلي بروبلم اللي عنده ان عنده بالمونري فين فاتح في سيستميك فين، وبالتالي عامل كانه ASD، فبالتالي عامل شنط اوفر فلو. فكده هاوي اوبتمايز ذا فيوز. برضو عشان نرجع تاني نقول اول حاجه ده سب كوستال، يبقى احنا كده عندنا الاسترنم، العظمه دي من تحت سب كوستال، هنقف هنا وهنقف عند الساعه 3. خلاص هنقف عند الساعه 3 يعني نوب ناحيه الساعه 3. بعد كده هنقف كده، يعني النوب تبقى ناحيه الساعه 6، يبقى 3 و6. اوكي طيب عندك اي تساؤل في النقطه دي؟ بالنسبه لي كانت 3 و12. لا ما هقول لك ازاي هي، لا اكشولي هي 6 عشان هقول لك اصلا هي 6 ليه، عشان لا هقول لك دلوقتي حاجه. بصوا بقى دلوقتي احنا هنبدا فيو وبالتالي هنشرح فيو. في هنا بيتفول حاصله in this patient. This patient is اول حاجه he is more than 20 kilograms صح؟ يعني ideally المفروض نستخدم روب ايه؟ high frequency صح؟ مش ده؟ طيب انت ما عندكش available غير ده، تعمل ايه؟ 2 maneuvers. اول حاجه اتني ركبتك كده
اتني رجلك التانية دي كده، ده بيريلاكس الابدومينال وول ماسلز، فالعين ما يبقاش ضاغط وبالتالي البنتريشن باور تبقى اقوى. الحاجه الثانيه ان احنا نبدا نوبتمايز الايكو ماشين بتاعتنا. عملنا كده في الفيو اوبتمايزيشن في زرارين مهمين جدا if you have a patient with non يعني optimized probe. اول حاجه زرار الدبس، احنا قلنا ان زرار الدبس ده وظيفته ايه؟ ان هو يفوكس على حته مور ديب، فنبدا نتحرك بيه علشان نخلي الفيو اوضح. اوكي. الحاجه الثانيه هنا بقى نبدا نتحرك بالتايم جين كومبنسيشن. التايم جين كومبنسيشن ده مش قلنا ان هو وظيفته ان هو ايكوالايز كل الكالر كل التيشوز في نفس الدبس، احنا عايزين مور دبس، يبقى احنا نبدا نتحرك بالتي جي سي، فهتلاقي الفيو بقى مور برايتر او بقى مور ايه كليرر اهو. خلاص بصي، لا التي جي سي تايم جين كومبنسيشن، انت يو هاف تو جينز، يو هاف ذا اكتيف جين اند يو هاف حاجه اسمها تايم جين كومبنسيشن. تراي على قد ما تقدري ما تلعبيش في التايم جين كومبنسيشن فيكسد، علشان مش كل شويه تعدليه مع كل فيو. اوكي طيب this is the first part of the subcostal، او مش الفيرست، هو ده بسم الله الرحمن الرحيم في السبكوستال. تمام. طيب هو الطبيعي العيان ده اول حاجه هو فين الهارت؟ مفيش هارت في الكات ده. لو الكاميرا فوكسنج على ايدي، هو المفروض دلوقتي ده الولد وده ده البروب وده البيم صح نازل كده، هو القلب هنا. فاكشولي المكان ده احنا وي ديتكت 3 ستراكشرز مهمين، ليفر اي في سي اند اورتا. تمام. كل واحد من دول ليه ديفينيشن. الاورتا ده البالسيتايل، الاكسترا هيباتيك هو اكيد مش على الليفر صح، مش جوه الليفر، وهو البالسيتايل صح. تمام. الاي في سي ده فينس فلو بس لازم يبقى انترا هيباتيك. يعني هل في حاجه ممكن تبقى هنا؟ في عيانين ما عندهمش اي في سي وعندهم ازايجوس او هيمي ازاجوس، لازم يبقى انترا هيباتيك. if you didn't find it intrahepatic it's not an IVC. بس طبعا ده بيفترض انت واقف عدل يعني طبيعي وحاطط البروف من الطبيعي. خلاص. وده ايه؟ ده ليفر صح؟ ده ملوش ديفينيشن. تمام بس كده. يبقى احنا عندنا اورتا which is the pulsatile flow outside the liver. تمام. هو المفروض ان هو كمان ليه ديفينيشن تاني، انه ده البالسيتايل فلو اللي in front of the vertebral column. تمام. بس we don't need to get so sophisticated يعني. ال IVC is a non-pulsatile flow that happens inside the IVC inside the liver and this is a liver. So this patient has a cytostolitis. صح؟ يعني liver ان شاء الله ناحية اليمين، IVC جواه وأورطة بره. فوق ده انا عايز ارجع لك تاني. اوكي. ايه؟ انا شايفه الاي بي سي لا دي ترانسميتد بالسيشنز. ما انا هقول لك دي تعمليها ازاي دي. مين فيهم اللي بيبلسيت دلوقتي بالكلر؟ لا اللي اهو بس يبقى اللي جنبه ده ترانسميتد، ده مش البالسيشنز بتاعت حاجه. طيب دي اول حاجه. بعد كده انا حركت ايدي ما حركتش ايدي، انا كل اللي عملته ان انا بدات اعمل ايه؟ اتلت. I didn't move my hands. خلاص انا بتلت بجيب مور ديبس في الستراكشرز وبعد كده ببدا ايه؟ اجيب مايوكارد. معلش في النقطه دي انا هضغط عليك سنه. خلاص بصوا يا جماعه انا ضغطت ازاي؟ انا ما بضغطش كده، انا بضغط كده anterior بالظبط. بدات اجيب ايه؟ هارت. طب هو انا هسال سؤال، هو الهارت فوق الليفر صح؟ مش الهارت في الثوركس والليفر؟ امال ايه ده؟ امال ليه الليفر فوقه؟ لا عشان البروب مقلوب، دي الصوره دي مقلوبه، عشان كده هي الساعه 6 مش الساعه 12. خلاص. انت لازم في الفيو ده تعملي ابسايد داون عشان يبقى اناتوميكال، او تشتغلي كده لو انت متعوده على كده. تمام. ده على حسب، بس الناس اللي بتتعلم الاول اتس بيتر ان انت تعمل كده. كده هيبقى مور انفورماتيف، انت كده قادر تتخيل العيان. هو العيان ده كده ده في الليفر تحت اهو وبيتنفس، وادي لانج يمين ولانج شمال وهارت. انا كل ده لغايه دلوقتي انا ما عملتش اي موديفيكيشن. انا كل اللي بعمله، تعالى انت وتعالى اقف جنبي، انا كل اللي بعمله ان انا بعمل ايه؟ anterior angulation. تلت بنزله لتحت كده، لا باجي كده ولا باجي كده.
خلاص بص انا اول ما حركت ايدي خلاص بقيت فلانج، خلاص يبقى كده تمام. طبعا لو بروب 3 اس حاول على قد ما تقدر ما تضغطش على العيان، هيبقى الريفلكس بتاع الضغط ان هو هيروح متنشن نفسه، العضلات دي كلها هتكونتراكت مش هتشوف حاجه، او هيكتم نفسه فبرضه مش هتشوف حاجه. خلاص هو بس عشان شاطر فهو مستحملني شويه. طيب ايه اللي مطلوب في السبكوستال فيوز؟ هو تو ثينجز، الفوليوم ستيتس بتاعت العيان عن طريق الاي في سي، ده بافتراض ايه؟ ان العيان هاز نورمال مايوكارديال فانكشن اند نورمال ساينس ريزم. لو فقد اي حاجه من الاثنين دول الاي في سي ليس له معنى في الاسسمنت اوف فوليوم ستيتس. لازم يبقى ساينس ولازم يبقى نورمال كاردياك فانكشن، يعني الار في بتاعه نورمال. يعني ما تتخيلش ان عيان مثلا عنده سيفير ار في فيلير وتتوقع ان الاي في سي بتاعه هيبقى كولابسبل، فانت كده مش تحكم عليه من هذا الفيو. حاجه تانية لو عيان مثلا عنده جانكشنال ريزم او عنده كومبليت هارت بلوك او مش ساينس ريزم، يعني الاتريال مش بيكونتراكت ان سينكروني مع الفنتريكل، يبقى انت كده الاي في سي ده لوست تماما كاسسمنت للفوليوم ستيتس. لازم يكون القلب نورمال. ولازم يبقى ساينس، يعني قدامك على المونيتور العيان ساينس. لا خلاص ممكن يبقى مش كونجستد، هو ممكن يبقى فيه باك فلو كتير حاصل عشان القلب مش بيكونتراكت كويس بس. حلو. انا عايزكم بس تقولوا لي حاجه واحده بس غير الاي في سي. الاي في سي اللي احنا هنجيبه دلوقتي وليه سبيسيفيك ديفينيشن عشان نقول الفوليوم ستاتس فيه. الانتر اتريال سيبتم عامل ازاي؟ ده اللي انا طالبه منكم في هذا الفيديو. ده